السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم عم خالد من قناة ذا سمري نوش. النهاردة هنستكمل مع بعض رحلتنا في معرفة اللغة الإنجليزية. زي ما عرفنا الأسبوع اللي فاتت عن اللغة الإنجليزية وبدايتها، النهاردة هنستكمل مع بعض كل حاجة هنعرفها عنها. الإنجليزي ما بقتش لغة بنتعامل بيها زي في المدارس بس، بقت لغة تكنولوجية كمان بنتعلم فيها في كل التطبيقات ومواقع السوشيال ميديا. افتح أي تطبيق على موبايلك هتلاقي تطبيقات بالكوم، مثلا هتلاقي تطبيق مثلا زي الضبط، هتلاقي موجود فيه سيتنج ونوتيفيكيشنز وكله بالانجليزي. مش بس كده، ده حتى اللايك والشير بقوا كلهم موجود بالانجليزي حتى في حياتنا. ويجيلنا واحد فلحوص يقول لنا بقى بالانجليزي، هو امريكي بقى جاي امه جايه من امريكا وهو متجوز ابوه، فيقول لك بقى I'm gonna buy the shirt مثلا، جاي مثلا في معرض. والكلام ده بنسمعه كل يوم. ده حتى الناس بدأت تاخد الانجليزي في كلامها بشكل مضحك. يعني تلاقي واحد بيقول لمراته هاني I'm gonna make a tea، اللي هو حتى الشاي بقى لازم نطلب بالانجليزي عشان يبقى فانسي. واكتر حاجه بتاثر فينا الايام ديت هي الافلام والمسلسلات، زي افلام هوليوود. مش بس خلتنا نفهم انجليزي، لا خلتنا نحب ونقول I will back و you can handle the truth. بقى عندنا خزينه جمل جاهزه نرميها في اي وقت. يعني انت في وسط الشله تلاقي نفسك بتقول why so serious والكل يضحك ويقول لك انجليزي ده انجليزي دي يا مرسي. اللي مش هقولك عن الاغاني الانجليزي الجديده، انا بتكلم عن الاغاني القديمه زي مثلا مايكل جاكسون. تلاقي نفسه حافظ كلمات الاغنيه حتى لو مش فاهمها معناها. الاهم بالنسبه له ان هو يتمايل مع الالحان. جاهز يا ابني؟ I am ready. let's go. ونيجي بقى الحتة بتاعت الكلام، وعلى الرغم ان الانجليزي بقى في كل حتة، لسه عندنا معاناة في تعلمه. والسبب ان اللغة نفسها مش بسيطة، كلمات كتير، قواعد معقدة، وكتير بنسمع ناس بتقولك I prefer expert or C، واحنا اصلا مش فاهمين هو ايه ده. ويمكن اصلا في ناس تفتكره بيسأل على دواء. وحتى مدرس بيقولك this past perfect continuous tense، وانت فاكر ان يعني بسم الله ما شاء الله الماضي عنده فترات كمان. والتعلم مش سهل، وده اللي بيخلينا نهزر على طول، يعني اللي هو مش عارفين نتكلم بطلاقة فنضحك على الموقف بتاعنا. طب كمان الاخطاء الكوميدية اللي بتحصل في الترجمة، يعني تلاقي لفتة مكتوب عليها rest in peace يترجموها استريح في سلام، اللي هو انت بتقول للناس يناموا ولا ايه ده بالظبط. ونيجي بقى للحتة اللي ما ينفعش ننساها ولازم نتكلم عنها في الانجليزي، اللي هو تأثيره في الشارع المصري. بص على الاعلانات، منتجات، محلات، كله مكتوب بالانجليزي. اللي هو يا جماعة ايه حكاية المول والشوب؟ طب نكتبها بالعربي، مفيش مانع برضو والله، احنا مصريين. حتى في كلامنا اليومي تقول لحد ممكن تعمل لي فلترة للفيديو، حتى فلترة بقت كلمة عادية والناس فهمت ان هي فلتر اللي هي اساسا اصلها انجليزي. وتلاقي حتى على المحلات مكتوب نيو كوليكشن سول 15، اللي هو يعني خصم 50% والحاجات دي، وانت اصلا مش فاهم هما بيقولوا ايه. وفي الاخر يا جماعة الانجليزي مش مجرد لغة، ده بقى جزء من هويتنا اليومية، يعني بنسمعه في كل حتة ونتعامل بيه كمان. حتى واحنا بنطلب شاورما، فاللي عايز اقول له ان الموضوع كله عبارة عن رحلة ممتعة ومليانة مواقف ضحك وفي نفس الوقت صعوبات. فانت ما تقلش على نفسك، وما تنسوش الاشتراك واللايك والسبسكرايب. انا برضو قلت اشتراك وسبسكرايب الاتنين معنى واحد، بس عشان افهمكم ان احنا كمصريين مش فاهمين احنا اصلا بنقول ايه. وفي الاخر ما تنسوش احنا كده اصلا الفيديو الجاي ان شاء الله هيبقى موجود عن اللغة العربية. يلا باي.